بمناسبة الفالنتاين فلازم نتكلم عن عن الحب وسنينه يعني. فاحنا في جملة دمرت حاجات كتير قوي في اي علاقة، مش علاقة حب بس، اللي هي انت فاهم كويس قوي انا بابا عايزة اقول ايه، انت فاهمة انا حاسس بايه. المهم ان الجملة دي بتقف اي حاجة تانية ان احنا نكمل يعني. يعني طب هي حتى لو حد فاهم طب فهمه، ما بيحصلش. في حاجات تتحس وما تتقالش. اغنيه الحقيقه المفروض تتمسح من ذاكره الاعمال الفنيه كلها. الحقيقه مفيش حاجه اسمها في حاجات تتحس وما تتقالش، المفروض ان اي حاجه بتتحس بتتقال، ولو ما اتقالتش دلوقتي بتتقال بعد شويه، ولو ما اتقالتش بعد شويه بتتقال بعد شويه كتير. بس هتتقال ازاي؟ لو اتقالت دلوقتي هتقال انا حاسه بواحد اتنين تلاته اربعه خمسه. لو اتقالت بعد شويه هتتقالت بغضب، لو اتقالت بعد شويه هيبقى انفجار والعلاقه مش هتنفع. في الغضب دايما بنبقى عاملين بنحاول نوصل لحد ان احنا زعلانين منه قوي، فبنعمل بقى تلقيح كلام، الوش بيقلب، رد فعل مش حلو، حاجات كتير جدا لغايه ما نوصل للبني ادم ان احنا زعلانين منه قوي. فهي لو مستنيه منه تسمع كلمه حلوه وهو مش عارف يعني يقول كلمه حلوه، تقول له على فكره انا بحب انك كل شويه تقول لي كلام حلو. هو بيحبها وهي بتحبه والدنيا بيس وفي اسره وفي بيت وكده. طيب انت ما واحد، انا دايما الرجاله ما بعرفش اعبر عن حبي، انا ما بعرفش اتكلم. طب بالفعل، الفعل ايه؟ طيب هتعمل حاجه؟ لا انا ورايا مشوار مش فاضي. طيب لا هدخل انام ريح، هم ساعتين وهننزل بقى ونشوف انت عايزه ايه. الساعتين دول بيمتدوا طول الليل، ما بيعملش حاجه. ننزل، طب انا عندي بقى ميعاد على القهوه، مش هينفع خالص ان انا اروح في حته. طب انت لا بتعبر بالكلام ولا بتعبر بالفعل، الست دي هتفهم ايه؟ مفيش حاجه اسمها في حاجات تتحس وما تتقالش، اي حاجه بتتحس لازم تتقال، ولو ما اتقالتش كل واحد ما قالش هو اللي مسؤول. طب لما يكون حد قريب منك بقى في نفس البيت، او في حب اللي هي المشاعر الجياشه اللي كانت بتظهر بس في الخطوبه ما بتظهرش بعد كده دي، لا بقى وانت مش سمعتي كلمه بحبك دي في ايام الخطوبه عايزاها تاني كمان. فتحس ان الدنيا كان يا حرام بتاخد من عداد مشاعر هيفضل لو احنا اتكلمنا، مع انه على فكره المفروض انه بيزيد لما بنعبر عنه. لو هي مستنيه منه ان هو يقاد الهيل وراه ولا يقول اي حاجه ولا يقول لها ربنا يخليكي، على فكره انا بتبسط بالكلام دوت فيا ريت كل شويه تقوله لي. واحنا لازم دايما نتعلم عن بعض، يعني كل شويه لازم نتعلم، كل شويه لازم نتعلم، لان احنا ما تربناش. الولد اتربى ان هو يبقى ولد، ما ترباش ان هو يبقى بنت، والبنت اتربت انها تبقى بنت، هي ما تعرفش الراجل بيفكر ازاي. فاحنا بنتكلم في، يعني بنتكلم في ايه؟ الرجاله زي الافيال مثلا والستات هم الزرافات، عمرهم ما يعرفوا يكومينيكيتوا مع بعض خالص الا لو هم علموا بعض ازاي يتواصلوا مع بعض.